مساء الخير على كل بيشوفوني. انا اسمي دينا ومعاكم في 10 حلقات برنامج شخصيات مصرية مع دينا. البرنامج بيتكلم عن اهم الشخصيات الفنية والتاريخية والادبية والرياضية، شخصيات الزمن الجميل اللي لسه اعمالهم الجميلة عايشة معانا لحد دلوقتي. معظم هذه الشخصيات بدأت حياتها بصعوبة، لكن حفرت اساميها واعمالها الجميلة لسه في قلوبنا ولسه عايشة معانا لحد دلوقتي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير للحلقة. شخصية النهاردة هي أول مهندسة مصرية عربية في التاريخ الحديث. أول من كانت مهندسة في مصر والوطن العربي. عرفتوا أنا بتكلم على مين؟ أنا بتكلم عن دكتور أمينة الحفني. تعالوا بينا نتكلم على حياتها ونشأتها. اتولدت دكتور أمينة الحفني سنة 1926. والدها هو رائد الموسيقى، أول من أدخل مادة الموسيقى في المعاهد والمدارس، دكتور محمود الحفني. نشأت في أسرة جميلة جدا بين أختين، وبنقول إن هي كان عندها طموح، وكانت دخلت مدرسة الثانية وتخصصت في الثانوية العامة في شعبة الرياضيات. كان حلمها ان هي تخش كلية الهندسة، ولكن كلية الهندسة في تلك الفترة كانت قاصرة على الرجال. تعمل ايه؟ طلبت المساعدة من والدها دكتور محمود الحفني ان هو يساندها في ان هي تخش كلية الهندسة، وبالفعل دخلت دكتور أمينة الحفني كلية الهندسة، وكانت أول مصرية عربية تخش كلية الهندسة في التاريخ الحديث، كلية الهندسة جامعة فؤاد الأول سنة 1945. وتخرجت وأخذت ماجستير في هندسة الميكانيكا سنة 1950 من جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة. كانت فتاة طموحة وما اكتفتش بس بكده، ولكن راحت لأمريكا في سنة 1961. كانت أول مصرية بتحصل على الماجستير في الهندسة الإدارية، وأخذت في ألمانيا سنة 1970 الدكتوراه. بنقول إن دكتور أمينة الحفني كان ليها أختين، الأختين دول نالوا برضو درجة الدكتوراه، وهن دكتور أنيسة الحفني نالت الدكتوراه في الطب، ودكتور رتيبة الحفني اللي نالت الدكتوراه في الموسيقى. وبعد حياة حافلة من العمل والعلم رحلت دكتور أمينة الحفني سنة 1984 رحمها الله. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير للحلقة، واشوفكم في حلقة جديدة مع شخصية جديدة من شخصيات مصرية مع دينا. إلى اللقاء.